ببلش المشهد بعصابة الأشرار وهم بينفذوا عملية سرقة للبنك الرئيسي، وبعد ما سرقوا خزنة البنك بيطلعوا بسرعة وبيركبوا سيارتهم عشان يهربوا فيها. وقتها بتبلش سيارات الشرطة تطاردهم، وبتبلش ويبس المسؤولة عن عمليات الاختراق تبعت العصابة تخترق إشارات المرور، وبتفتح لهم إياها كلها عشان يقدروا يهربوا بسرعة. وبيبلش واحد من العصابة اسمه شارك يحاول يعطل سيارات الشرطة، وبنعرف إنه شارك هو خبير التنكر بالعصابة، وبنشوف آخر فرد بالعصابة واللي اسمه بيرانا. بعدها بتظهر العصابة وهي بتحاول تفتح الخزنة، ولما بيقدروا يفتحوها بيروحوا فيها على مركز الشرطة عشان يضايقوا قائدة الشرطة اللي بدها تقبض عليهم بأي طريقة. بتبلش قائدة الشرطة تطاردهم، بس بتقدر العصابة إنها تهرب منها وبيروحوا على مقرهم اللي موجود بمكان مجهول ما حدا بيعرفه، وهناك بنشوف ذهب ومصاري كثير اللي العصابة جابتها من كل عمليات السرقة اللي عملتها. بعدها بتبلش العصابة تحتفل بعيد ميلاد سنيك، واللي ببين عليه إنه بكره أعياد الميلاد. بقعد قدام التلفزيون وبلاقي كل الأخبار بتحكي عنهم وعن عملية السرقة اللي عملوها، وبتطلع رئيسة المدينة اللي اسمها ديان وهي بتحكي عنهم، وبتحكي إنها زعلانة عليهم كثير لأنهم بيعملوا كل هذا عشان الناس تهتم فيهم. بتتضايق العصابة كثير من حكيها، وبتكمل ديان حكيها وبتحكي إنها رح تهدي جائزة الدولفين الذهبي لأفضل مواطن بالمدينة. ببين إنه وولف متضايق من حكيها وبضل يفكر بطريقة يقدر فيها إنه ينتقم منها، وبيقترح على باقي أفراد العصابة إنهم يسرقوا جائزة الدولفين الذهبي. بس وقتها برفض سنيك وبحكي لهم إنه أي شخص حاول يسرق هاي الجائزة انتهى في المطاف بالسجن. وولف بيكون عارف إنه سنيك بحب الهامستر، فبحكي له إنه اللي راح يسلم هاي الجائزة راح يكون هامستر، فبيوافق سنيك على سرقة الدولفين الذهبي. بتروح العصابة على الحفلة هم متنكرين عشان ما حد يعرفهم، وهناك بحكي لهم وولف إنهم رح يحتاجوا كرت الشرطة عشان يمرقوا من أول باب، وكمان رح يحتاجوا بصمة عين ديان عشان يمرقوا من ثاني باب. بروح وولف وبتعرف عليها وبضلوا يحكوا مع بعض لحد ما بتحكي له ديان عن العصابة اللي سرقت البنك، وبتحكي له إنهم كثير أغبياء. وبتكون ديان مش عارفة إنه وولف هو زعيم العصابة، وبتحكي له ديان إنها حاسة إنها رح تقبض على هاي العصابة عن قريب كثير. فبنصدم وولف لما بيشوف إنه ديان واثقة من حكيها وباخذ معها صورة عشان يقدر فيها إنه ينفذ عملية السرقة. بعدها بروح وولف لأفراد العصابة عشان يبلشوا بتنفيذ خطتهم، وبروح كل فرد من العصابة على مكان الجائزة، وبتقدر ويبس إنها تخترق نظام المكان وبتحكي لهم يتحركوا بسرعة. وبروح وولف وبخبط بقائدة الشرطة اللي ما بتقدر تتعرف عليه، وبسرق وولف منها كرت الدخول من أول باب. وبظل وولف طول ما هو ماشي يسرق مجوهرات من كل ضيوف الحفلة لحد ما بوصل لعجوز، ولما يجي وولف يسرق منها مجوهراتها بتوقع هاي العجوز عن الدرج، فبيلحقها وولف قبل ما توقع وبساعدها، فبتشكر العجوز وبتحكي له إنه هو شخص لطيف كثير. فبنبسط وولف كثير من حكيها وبحس إنه عمل إشي منيح. بعدها بروح وولف وبيرانا وبمرقوا من أول باب وبضرب الحراس اللي عليه، وبستخدم صورة ديان عشان يطلعوا منها بصمة العين تبعتها، وبقدروا إنهم يمرقوا من الباب وبوصلوا أخيرا للمكان اللي فيه جائزة الدولفين الذهبي، وهناك بيقابلهم سنيك وببلشوا كلهم سوا عملية السرقة. بس فجأة بيظهر نظام أسلحة متطور لحماية الجائزة وما بتكون العصابة بتعرف عنه إشي، وبتكون ويبس هي كمان أول مرة بتشوف نظام أسلحة متطور بهالشكل وما بتكون قادرة إنها تعطله. بهاي اللحظة بتبلش الحفلة وبتبلش رئيسة المدينة تفتح الستارة عن الجائزة، فبتحاول ويبس إنها تعطل نظام الأسلحة بأسرع وقت، وقبل ما تنفتح الستارة بثواني بتنجح ويبس إنها تعطل نظام الأسلحة، وبتنجح باقي أفراد العصابة إنهم يسرقوا الجائزة. بس قبل ما يطلعوا بسمع وولف حكي مارميلد عن الخير وبتأثر فيه، وبنفس الوقت تتعرف قائدة الشرطة على وولف وباقي العصابة، وبتحاصرهم هي وكل رجال الشرطة اللي بالمكان وبقبضوا عليهم وبخذوهم على سيارة الشرطة. وقتها بيستخدم وولف ذكائه عشان يطلعوا من المشكلة اللي هم فيها، وبكرر حكي مارميلد اللي سمعوا بالحفلة عن الخير، وبطلب منهم يعطوهم فرصة أخيرة هو وعصابته إنهم يصيروا مناح، وفعلا بتنجح خطته. وبحكي مارميلد لديان إنهم لازم يعطوهم فرصة ثانية عشان يعملوا تجربة ويقدروا يحولوهم فيها عن أسوأ عصابة بالمدينة لأشخاص طيبين. وبتفق مع ديان إنه هو اللي رح يكون مسؤول عن تعديل سلوكهم لوقت الحفل الجاي. ولما بيرجع وولف على السيارة بكون باقي العصابة مستغربين من اللي عمله، فبيحكي لهم وولف إنه كل هذا من ضمن الخطة وإنهم رح يعملوا حالهم مناح لوقت الحفل الجاي، وقتها رح يقدروا يسرقوا الدولفين الذهبي ويهربوا. بيكونوا أفراد العصابة معجبين بخطة وولف وبوافقوا كلهم عليها. بعدها بتروح العصابة عند مارميلد بقصره عشان يبلشوا يتدربوا معه، وبيكون أول إشي بيحاول مارميلد إنه يعلمهم إياه هو المشاركة، وبيبين إنه سنيك مش قادر إنه يكون شخص منيح وباكل الآيس كريم لحاله. بيحاول مارميلد بعدها إنه يجرب معهم طريقة ثانية وباخذهم عشان ينقذوا بيسي وينزلوها عن الشجرة، بس وقتها بيعملوا العكس تماما وبخوفوها. بيسألهم مارميلد عن المهارة اللي هم شاطرين فيها، وهذا عشان يعطيهم مهمة تناسبهم، فبيحكوا له أفراد العصابة إنهم شاطرين بعمليات النصب والسرقة. وقتها بقرر مارميلد إنه رح يخليهم يسرقوا شركة معينة
عشان يحرروا الهامستر اللي موجودين فيها، لأنهم بيعملوا عليهم تجارب. وبحكي لهم إنهم هيك بكونوا أنقذوهم وحسنوا صورتهم قدام الناس. وفعلا بتبلش العصابة تسرق الشركة، ومارميلد بدلهم على طريق للهامستر، وبطلب من المصورين إنهم يركزوا على الباب عشان يشوفوا العصابة وهي بتعمل خير. بس فجأة بيطلع أفراد العصابة من الباب، وبكون مبين عليهم إنهم باكلوا الهامستر مش منقذوهم. بنزل الخبر بالجرايد وبنتشر بالمدينة كلها، وبتتضايق ديان كثير وبتحكي لمارميلد إنها رح تنهي التجربة ورح توديهم على السجن. فبيروح وولف بسرعة وبحكي مع ديان، وفعلا بقنعها إنها تغير رأيها، وبتحكي له ديان إنها رح تعطيهم فرصة ثانية. بنشوف بعدها وولف وبنقذ بيسي معلقة على الشجرة، وبصير واضح كثير إنه تصرفات وولف بلشت تتغير للأحسن. وفجأة بيطلع مارميلد من المكان اللي كان متخبي فيه عشان يصور وولف وبنقذ البسة. وبحكي مارميلد إنه الناس معجب كثير بالفيديو اللي عمله، وبكمل حكيه وبحكي له إنه وولف بلش يصير شخص منيح، وبنصحه إنه يبعد عن أصحابه. بيبين سنيك من بعيد وبكون سامحهم، ولما يرجع سنيك على الغرفة بحكي مع وولف وبسأله إذا كان كل هذا من ضمن الخطة. فبحكي له وولف إنه هو صاحب الخطة من البداية، وإنه هو أكثر واحد ملتزم فيها، وإنها لو تغيرت أكيد رح يخبرهم. بعد فترة بيجي وقت الحفلة، وبتبلش العصابة تخطط لعملية السرقة وهم بالسيارة. بتكون الخطة عبارة عن إنه سنيك هو المسؤول إنه يجيب الكود اللي رح يفتحوا فيه صندوق الجائزة، واللي بيكون موجود بشنطة مع قائدة الشرطة. وشارك رح يكون معه الدولفين المزيف. وبيرانا مسؤول عن تركيب جهاز تشويش على خطوط الكهرباء عشان تستغلها ويبس وتتحكم بالنظام كله. وإنه بوقت معين العصابة رح تطلع على المسرح عشان تحكي كلمة للناس. وقتها رح يطفي وولف الضوء، وبروح سنيك يكتب الكود ويسرق الدولفين ويبدله بالدولفين المزيف اللي مع شارك. وبيمشوا بعدها من الحفلة وبتركوا العلامة تبعتهم على الشاشة. بيبين وقتها إنه العصابة كلها معجبين بخطة وولف. ولما بتوصل العصابة لمكان الحفلة بتفاجئوا من الناس اللي بترحب فيهم، وبيبين إنهم حبوهم. بعدها بتدخل العصابة مكان الحفلة عشان يبلشوا العملية. بيروح سنيك عشان يجيب الكود زي ما اتفقوا، بس فجأة بتسكر القائدة على ذيل سنيك وبتمسكه هو بدل الكاس اللي جنبها. فبضطر بيرانا إنه يغني على المسرح عشان يلهيها عن سنيك. وقتها بيطلع كل أفراد العصابة على المسرح وبيبلشوا يساعدوه، وفعلا بينجحوا بإنهم يلهوها عن سنيك اللي بيقدر يفتح العلبة مرة تانية وياخذ منها الكود. والغريب إنه اللي عملوها بخلي الناس تتفاعل معهم وتتبرع للحفلة الخيرية بمصاري كثير. من جهة ثانية بتنجح ويبس بإنها تسيطر على شبكة الكهرباء كلها. وبتيجي لحظة التنفيذ، ومارميلد بيقدمهم للناس وبيحكي إنه هاي الحفلة حققت أكبر كمية تبرعات قدروا يلموها عن أي حفلة انعملت. وقتها بغير وولف رأيه بآخر لحظة وبقرر إنه ما يطفي الضوء، وبسلم الدولفين الذهبي الحقيقي لمارميلد عكس اللي اتفق عليه مع أصحابه. بس فجأة بنطفي الضوء عليهم وبيختفي النيزك اللي برمز للخير بمدينتهم. بشك كل الناس بوولف وعصابته وبحكوا إنهم أكيد هم اللي سرقوا النيزك، وفجأة بتظهر العصابة على الشاشة. فبتأكد كل الناس إنه عصابة الأشرار هي اللي ورا سرقة النيزك، وبتبلش الشرطة اللي بالمكان تطارد العصابة عشان يمسكوهم. بروح وولف عند ديان وبعطيها ورقة وبحكي لها إنه رح يرجع كل إشي لوضعه الطبيعي. بيحاول بيرانا إنه يهرب العصابة من المكان، بس بوقع الخطاف تبعه على شارك وبوما عليه. بتيجي الشرطة وبنقضوا عليهم وبحبسوهم. بعدها بدخل عليهم مارميلد على السيارة، ولما يجي يحكي معهم بحس وولف إنه سمع طريقة حكيه قبل هيك، وبيتذكر إنه طريقة حكيه هي نفس طريقة حكي العجوز اللي قابلها قبل هيك بالحفلة. وبيفهم وولف إنه كل اللي صار هاد كان خطة مارميلد هو اللي مدبرها. وبيبلش وولف يحكي لأصحابه إنه مارميلد أعطاهم هاي الفرصة من البداية عشان يستغلهم، وإنه لما كان كل التركيز عليهم بالحفلة هو اللي كان قاعد بسرق النيزك. وقتها بيظهر مارميلد على حقيقته، وهي إنه شخص شرير عن جد، وبحكي لهم إنه سرق النيزك لأنه مصدر طاقة كبير كثير، وإنه رح يستغل قوته عشان يعمل أعظم عملية بالعالم. بعصب وولف وببلش يهاجمه، بس وقتها بيستغل مارميلد هاي الفرصة مرة تانية وبيفتح الباب بسرعة، وبيبين للناس إنه وولف واللي معه ما تغيروا ولا عمرهم رح يتغيروا. بس ديان بتحس إنه في إشي غلط وما بتصدق حكي مارميلد. بتروح بعدها تقرأ رسالة وولف اللي بكون محددين لها فيها مكان المخبأ السري تبعهم. ولما بتروح ديان هناك بتلاقي فيه كل الذهب والمصاري اللي سرقوها قبل هيك. من جهة ثانية بتكون عصابة الأشرار وصلت للسجن، وبكون سنيك متضايق كثير من وولف لأنه خرب عليهم السرقة تبعتهم وخلاهم ينسجنوا. وبحكي له إنه سمع مارميلد وبحكي له يبعد عنه، بس ما كان متخيل إنه يعمل هيك ويخونهم بالعملية. بدافع وولف عن حاله بحكي له إنه هو ما عمل هيك وإنه كان بده إياهم يتغيروا للأحسن، بس سنيك ما بيصدقوا وبتهاوش هم الاثنين مع بعض. فجأة بظهر شخص مقنع من برا السجن وببلش يضرب كل الحراس وبحبسهم بزنزانة، وبروح عند وولف وأصحابه عشان يهربهم من السجن.
وبنكتشف وقتها إنه هالشخص المقنع هو ديان، وبنعرف إنه هي المجرمة الخطيرة اللي سرقت الجائزة زمان واللي اختفت بعدها لفترة طويلة وبطلت السرقة. بتقدر ديان إنها تهربهم من السجن، وبتحكي لهم إنها أنقذتهم لأنها حست إنه في إشي غلط، وإنها عرفت إنه النيزك اللي انسرق عبارة عن مصدر طاقة كبير كثير. ولما بوصلوا كلهم للمدينة بتطلب ديان مساعدتهم عشان يقدروا يوقفوا مارميلد. بيوافق وولف، بس سنيك برد عليه وبحكي له إنه العصابة انتهت وإنهم ما رح يشتغلوا مع بعض مرة ثانية. وبكون برضه هو نفس رأي باقي الفريق وبتركوه بمشوا. من جهة ثانية منشوف مارميلد وهو بشغل الجهاز تبعه من طاقة النيزك، وبنعرف إنه هالجهاز مهمته هي السيطرة على عقول الهامستر. وفعلا مارميلد بينجح بالسيطرة على كل الهامستر اللي بالمدينة وبجمع جيش كبير كثير منهم. وبنرجع مرة ثانية لوولف وهو بيحكي مع ديان وبكون متضايق كثير إنه خسر أصحابه. بتعرف ديان من جهازها إنه الهامستر كلهم متجمعين بالمدينة، وبفهموا وقتها إنه مارميلد بتحكم بعقولهم عشان يسرقوا مصاري التبرعات، وإنه هاي تعتبر أعظم سرقة بالتاريخ لأنه قيمتها $1,000,000. فبقرر وولف وديان إنهم يوقفوه يسرقوا النيزك منه. بتوصل باقي العصابة لمخبأهم، وبيتفاجئوا لما بيشوفوا إنه كل الأغراض اللي سرقوها مسروقة. بعصب وقتها سنيك كثير وبروح بعطي الآيس كريم تبعته لشارك عشان يهديه. أصحابه بيتفاجئوا من تصرفه لأنه بكون أول مرة سنيك بيعمل إشي خير في حياته. بتحكي له ويبس إنه كلام وولف صح وإنه ممكن يتغيروا للأحسن، بس سنيك بيكون مصمم على قراره وإنه ما رح يكون شخص منيح أبداً. من جهة ثانية منشوف إنه مارميلد قدر يسيطر على سيارات التبرعات وقدر إنه يسرقهم. ديان وولف بيقدروا إنهم يوصلوا لمقر مارميلد، ولما بينزلوا بشوف وولف جائزة الدولفين الذهبي وبروح علشان ياخذها، بس بيطلع إنه فخ من مارميلد وبيقدر إنه يمسكهم. وبعرف مارميلد إنه ديان هي الشخص المتخفي وبيقدر إنه ياخذ منها الجوهرة اللي قدرت تسرقها زمان. وبيتضايق وولف لما يعرف إنه سنيك هو اللي سلمهم لمارميلد وإنه هو اللي حكى لهم إنهم جايين يسرقوه. وقبل ما يمشي مارميلد بأمر مساعدينه إنهم يخلصوا على ديان وولف، بس بتقدر إنها العصابة توصل بآخر لحظة وتنقذهم. وبقرر إنهم يسرقوا النيزك ويهربوا، بس بيكون مارميلد لسه مسيطر على الهامستر. وقتها بتقرر العصابة إنهم يسيطروا على كل السيارات وببلشوا يحطوا أجهزة عليها، وبتقدر ويبس بهاي الأجهزة إنها تسيطر على كل السيارات وبتوقفها وبتغير اتجاهها. بتقرر العصابة إنها تروح للشرطة عشان تسلمهم النيزك، بس بغيروا رأيهم وبقرروا إنهم يراجعوا سنيك بالأول عشان يحضر معهم هالتسليم. ولما بيروحوا كلهم عشان يرجعوه بظهر مارميلد وبأمر جيش الهامستر إنه يطاردهم، وبيبلش يهددهم إنهم إذا ما رجعوا النيزك رح يرمي سنيك. بيعصب مارميلد وبرمي سنيك من الطيارة، فبيضحي وولف بالنيزك عشان ينقذ صاحبه. وبركضوا بسرعة وبنط عن الجسر وبوقعوا كلهم بنص المسافة، وبتنفجر السيارة اللي بتخلي جهاز مارميلد يتدمر هو كمان. وبفقد مارميلد السيطرة على جيش الهامستر كله. ولما تطلع العصابة على الجسر بقرروا إنهم يسلموا حالهم وما يهربوا، ولما الصحفيين بشوفوا النيزك مع مارميلد بفكروا إنه هو اللي رجعوا مرة ثانية، فبيستغل الفرصة وبحكي لهم إنه هو نجح بإنه يقبض على العصابة ويرجع النيزك، وإنه عشان يحافظ عليه رح ياخذوا معه على المقر تبعه. بس فجأة بنكتشف إنه النيزك طلع مزيف. بنعرف إنه سنيك لما رح يتعاون مع مارميلد كان ناوي إنه يساعد وولف من البداية، وإنه لما أخذ جهاز التحكم بالهامستر من مارميلد عشان يجربه خلى الهامستر يبدلوا النيزك الأصلي بنيزك ثاني مزيف. وقتها بوقع النيزك اللي كان مخبيه هناك على مارميلد، واللي بتوقع منه جوهر اللي كان ماخذها من ديان. بتمسكها قائدة الشرطة وبتعرف إنها الجوهرة المشهورة اللي كانت مسروقة، وبتفهم إنه مارميلد هو المجرم الخطير اللي سرقها زمان، وبتقبض عليه. وبعد ما تخلص عصابة وولف مدة حبسها بتروح لهم ديان بسيارتها، وأخيرا بتبلش العصابة صفحة جديدة. وبس والله، ولو عجبك الملخص واستمتعت بالقصة لا تنسى تضغط اللايك وتشترك بالقناة ليوصلكم كل جديد. بنشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.